على كل قبل ان اعود للحديث مع كابتن ربيع العفوي وكابتن عماد المهذبي مباشره، كابتن تمام حمدون من جديد بعد نهايه المباراه كما وعدناكم على الاقل للحديث عن اهم الحالات الخاصه بال90 دقيقه. تفضل كابتن تمام. نعم اخي هيكل، عموما 90 دقيقه كانت بمجرياتها سهله على الحكم، لم يكن هناك حالات صعبه، لم يكن هناك اختبارات حقيقيه للحكم. محمد معروف ادى مباراه لحد الان بشكل مميز. كان اخترنا 3 حالات لهذا في خلال هذا المباراه. الدقيقة العاشرة كان هناك لمسة يد على الأولمبي الباجي داخل منطقة الجزاء، هل كان هناك ركلة جزاء أم لا؟ نلاحظ تزيد إلى المرمى، ولكن اليد كانت في وضع طبيعي، اليد وضعها اللاعب خلف جسمه كي يتحاشى أي تصادم مع الكرة، وقرار الحكم باستمرار اللعب قرار صحيح. وجود الحكم بالمكان المناسب دائما عم يعطيه القرار المناسب، وهذا عم يريح الحكم في اتخاذ جميع القرارات الصحيحة. الحالة الثانية كانت في الدقيقة 79، كان هناك سقوط لاعب الأولمبي الباجي داخل منطقة الجزاء. نلاحظ دخول إلى داخل منطقة الجزاء، تمركز الحكم أيضا ممتاز جدا، زاوية رؤية واضحة جدا، لا وجود لأي خطأ، قرار الحكم باستمرار لعب قرار صحيح. دائما ما يميز هذا الحكم خلال المباراة كانت اللياقة البدنية العالية، تمركز، زاوية الرؤية، جميعهم أعطوه القرارات الصحيحة. كانت الدقيقة 83 كان هناك أيضا سقوط للاعب الأولمبي الباجي داخل منطقة الجزاء، هل كان هناك ركلة جزاء؟ من خلال الإعادة بنلاحظ من هناك وتم تشيك الحالة طبعا من خلال الفار، لا وجود الخطأ نهائيا. هناك عملية وضع يد على الجسم، لم يكن هناك عملية دفع، لم يكن هناك عملية عرقلة، لم يكن هناك عملية الشد. جميع الحالات التي يمكن خلالها احتساب ركلة جزاء أو خطأ لم تكن موجودة. عموما قرار الحكم كان صحيحا، أداء مميز لطاقم التحكيم والفي آر أيضا. هذا كل ما لدي أخي هيكل. شكرا جزيلا كابتن تمام حمدون. تقريبا هذه اهم الحالات الخاصه بالمباراه الى حد الان، تقريبا الحالات كانت واضحه والتحكيم متميز بقياده محمد معروف وهيثم جيرات ايضا على تقنيه الفار.